أيها المشاهد الكريم، لازلنا معكم في الليالي الرمضانية في مدينة مسوع. فليالي رمضان تختلف عن بقية المدن الإريترية. فمدينة مسوع تشعر الصوم فيها بروحانية. أولا، يعني جميع المطاعم في أيام شهر رمضان المبارك، المطاعم والبوفيهات والقهاوي كلها تكون مسكرة من أول ليلة، يعني من أول يوم ما يهل رمضان ويقول بكرة غدا شهر رمضان الصيام، تكون مغلقة كافة المطاعم. حتى يعني يوجد هناك يعني دور سينما في مدينة مسوع، حتى دور سينما المرتادين لهذا الدور يعني أقل من 50%. نعم، فالناس كلها تتجه. طبعا هناك في بعد صلاة العشاء في صلاة التراويح 20 ركعة مع الوتر، مع الشفع والوتر 23. وبعد صلاة التراويح في كل مساجد مدينة مسوع خاصة والضواحي التابعة لمدينة مسوع، بل وفي سمهر عامة، حتى في مدينة قنداع. ففي بعد المساجد يقرأوا 3 أجزاء وبعدهم جزئين وبعدهم جزء. بعدين في حاجة جميلة في المساجد تسمعها في الأوقات الصلوات الخمسة، في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، الكل يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نعم، 3 مرات. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، برضو 3 مرات. بعدها يقول: جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، 3 مرات. هذا تسمعها يعني في كل فرض من فرائض الصلاة في كل مساجد مدينة مسوع وضواحيها، لين حتى مساجد قندع بهذه الصورة. الحاجة الثانية، تشوف يعني المطاعم والبوفيهات هذه يفتحوا قريب الآذان، يعني ممكن ساعة باقي من الإفطار يكون فاتحين. في ناس اللي طبعا اللي بيفطروا في المطاعم. نعم. فالحاجة أيضا الجميلة اللي بتشوفها، طبعا هناك الناس بتبيع السمبوسة والمشبك، فكل واحد كده أنشودة في رمضان موجود، يعني اللي يبيع السمبوسة واللي يبيع المشبك، يعني بيعملوا كده أشياء كده، يعني الله وليك يا صايم، محمد نبيك يا صايم، بهذه السورة. فتشعر عند روحانية الصوم. بعدين أيضا في حاجة يعني اجتماعيا يعني جدا جميلة، ويعني تولد أواثر الحب والمحبة. يعني البيوت الجيران كل واحد يدي لجاره، اللي يدي شوربة، عندك لقيمات اللي هي لقمة القادي بتعطي، أيضا عندك مهلبية بتعطي لجارك، جهة اليمين جهة اليسار، يعني تبادل. يعني تكون المائدة حقك متنوعة، انت في البيت عندك شوربة يجيك من جيرانك لقمة القاضي، انت عامل مهلبية ويجيك من جيرانك مشبك، وهكذا. يعني حاجة يعني جدا يعني عالية وممتازة، يتبادلوا بهذه الموائد. أيضا في حاجة يعني تكون يعني طبعا البيوتات مفتوحة، بيوتات في داخل مدينة مسوع مفتوحة،
ويعملوا السماط. سماط هذا كلمة عربية تستخدم في داخل مدينة مسوع، وأيضا في الحجاز بتستخدم. سماط معناها مائدة فيها أكلات متنوعة، فيها كباب وفيها فتة وفيها شوربة وفيها سمبوسة وما إلى ذلك، فيسموه السماط. فالناس تجلس يعني للإفطار، البيوت مفتوحة، المجالس، بدءا من يعني كمثال أعطيكم يعني بيت الشيخ أبو بكر باحمدون، نفس الشيء، ما تعرف أنت مين صاحب البيت ومين الضيف، الكل سوا جالس وبيفطر في مائدة واحدة. أيضا في بيت السيد حسن الصافي نفس الشيء، في بيت الشيخ حسن كردي، نعم، في بيت الوالد الشيخ ياسين حسن نائب، في بيت الشيخ حامد عمر حمدان. هذه الأسر يعني بتعمل ليالي رمضان إفطار. نعم، في بيت الشيخ طاهر شنيكي، هذه الموائد مبسوطة. أيضا في بيت الشيخ عبد الله دنبر. بهذه الحالة في بيت هلال، يعني بيوتات مفتوحة، الكل يفطر، لأن مدينة مسوع هي ميناء، يعني الناس بتجي للعمل. فطبعا لما بيجوا من الأحياء المجاورة، من المناطق المجاورة، اللي يجي من حرقيقو، اللي يجي من إمبيرمي، من حطملو، الناس تجي عندها أشياء يعني أعمال تجي من قندع وهكذا. فالناس كلها يعني ترحب بك، أول ما يشوفوك يقول لك يا أخي تفضل عندي. إي نعم. فهذه يعني عادة طيبة، عادة محبوبة في النفس. هذا بالنسبة لي. وهذه العادة يعني ما جت يعني في يعني قديمة، من العهد العثماني والإيطالي، حتى بعد العهد الإيطالي في أيام الكونفدرالي مستمرة، ولا زلنا لحد يعني نحن طلعنا من البلد في السبعينات لا زالت كانت موجودة رغم الظروف ورغم الصعاب. أي نعم. وبعدين التبادل هذا حتى في الضواحي موجود. أنت لما تجي أي ضاحي أو أي منطقة أو أي حي، إذا مشيت لحرقيقه تلقى هذا الشيء، ده الجيران يتبادلوا. أيضا إذا رحت لحطوملو، لأماتري، لإمبيرم، يتبادلوا. نعم. فهذه هي مسوع في رمضان. الرمضان يا إخواني هذا الشهر المبارك، الصوم يعني صنفوه على 3 أقسام: صوم الخصوص، صوم وصوم الخصوص، وصوم الخصوص. نعم. فالناس كانت تأتي من مناطق، من قندع، من أسمرة، أيضا من المناطق من الغربية، كانوا يأتوا إلى إمبيرمي في هذا الشهر المبارك للصيام مع مولانا العارف بالله الشيخ الأمين بن الشيخ عبد القادر، وكان في ضيافته. نعم، كان يأتوا. بعدهم كان يجي من شهر رجب. طبعا هناك ما في إلا الصلاة والقرآن والذكر. إيه نعم. هم أهل الذكر. ومن بعده أيضا خليفته والدنا الشيخ محمد علي بن الشيخ الأمين بن الشيخ عبد القادر، كان في نهج والده. هذا أسرة آل الشيخ حامد بن نافع، هم أشراف وأفاضل الناس، يمتازوا بالكرم. نعم، ما يقول إلا الشيء الطيب، وعلى رأس ذلك الخدمة، يقدم خدمة للإنسان. نعم، يعني في كل شيء تجدهم
يقف معك في السراء والضراء طالبين وجه الله. يعني جزاهم الله خير الجزاء. وإلى يومنا هذا أبناءهم وأحفادهم يعني تجدهم يعني كرماء وذو أخلاق عالية، لأنهم نشروا الإسلام يا سيدي. مهمتهم هي نشر الإسلام، الدعوة الإسلامية. نعم، فجزاهم الله عن الإسلام خير الجزاء، وجزاهم الله عن الشعب الإريتري خير الجزاء. هكذا أيضا في الأعياد، في الأعياد تجد ناس يعني تعيد في إمبيرمي. أنا يعني من أجدادي حتى في يعني أنا أجدادي وأعمامي كانوا يعيدوا في إمبيرمي. نعم، عندهم خيول. أي نعم، يبدأوا بعد صلاة الفجر على طول إلى إمبيرمي، يصلوا صلاة العيد ويرجعوا إلى بيوتهم. هذه الأسرة السادة المراغنة تاريخهم في إريتريا معروف. وحينما دخل جدهم السيد محمد عثمان المرغني الختم إلى مدينة مصوع، نزل في حرقيقو، وهي داحية من ضواحي مدينة مصوع. نزل في بيت الشيخ محمد تكروني. هذه الشخصية وهذه العائلة عائلة متدينة، أنجبت قاضي حسن تكروني أو تكروري أو تكروني. نعم، فالشيخ حسن التكروني هذا كان قاضي مدينة مصوع، تفقه عند في بلده، ثم في اليمن في الزبيد، وتم تعيينه قاضي لمدينة مصوع. فنزل عندهم السيد محمد عثمان المرغني حينما دخل إريتريا ومدينة مصوع، واستقبلوه واستضافوه. فأسرة متدينة ومحافظة. أيضا يعني ما ننسى مدينة مصوع كانت زاخرة بالعلماء، كانت زاخرة بالفقهاء، الزهاد والذكار. أي نعم، يعني كانت ذاخرة جدا جدا. وإذا زرت إمبيرمي تجد هذه الذرية، ذرية الشيخ عبد القادر والشيخ محمد بن علي، يعني كلهم أهل الذكر وأهل العلم. نعم، وأهل الصلاح وأهل التقوى. وكذلك يعني في حطومله كان عندنا رجل فقيه كان يدرس المذهب الحنفي، الشيخ عثمان رضاء رحمه الله رحمة واسعة. وأيضا في حرقيقو كان السيد حسن عثماني، رجل فقيه وسيد من آل البيت، وكان قاضي لمدينة مصوع. وما أكثرهم، ربنا يبارك في هذه المدن اللي ذكرناه، ويبارك على إخواننا وأحبابنا، وجزاكم الله خير. وإذا يوجد أي يعني نقص أو أي يعني نسيت أي شيء ما ذكرته، يعني العفو منكم.